ازاي بتوازن بين دراستك وشغلك؟ ده تقريبا اكتر سؤال بيجي لي لما بقول ان انا شغال فريلانس وشغال في وظيفه وانا عندي 17 سنه. انا حاليا في ثالثه ثانوي، ومن وانا تقريبا داخل اولى ثانوي كنت بشغال فريلانس. ساعتها ما كنتش شغال في وظيفه، بس كنت شغال فريلانس ومهتم قوي بموضوع ان انا اشتغل من البيت والكلام ده كله. ايه اللي مخلي عندي وقت ان انا ما بروحش دروس؟ انا ما بروحش دروس وضد الناس اللي بيروحوا دروس. يعني لو انت بتروح دروس من اللي هي فيها مجموعات كبيره لمدرسين معروفين، فانا وانت عارفين انت رايح ليه. اكيد في ناس هدفهم تعليمي، بس معظم الناس رايحين لاي حاجه ما عدا الهدف التعليمي. انت بتكون رايح تضيع وقت، رايح تقابل صحابك، رايح عاجبك جو الدروس، بس السناتر دي ما بيكونش فيها فايده. يعني انت لو هتاخد معلومه في نص ساعه، هم هيدوها لك في 3 ساعات، ساعتين ونص هزار. مفيش مشكله في الهزار، بس لما يكون الهزار اكتر من الفايده اللي انا باخدها في الدرس فلا، بلاها دروس خالص يعني. فالفكره ان انت بتروح مثلا عشان تاخد معلومه ممكن تاخدها من نص ساعه على يوتيوب، تقعد 3 ساعات عشان تاخد المعلومه دي. يعني انا اعرف ناس صحابي بينزلوا من الساعه 12 تقريبا بيرجعوا الساعه 7 الساعه 6، فتقريبا قاعدين حوالي 6 ساعات بره البيت عشان الدروس. طب ازاي بذاكر؟ ازاي بنظم برضو دروسي لو انا مش هروح دروس؟ بتعلم من على يوتيوب. انا مقتنع ان يوتيوب حرفيا لاي حد عايز يتعلم وينجز. يعني انا لو عايز معلومه، عايز اخد درس معين، بخش اسيرش باسم الدرس ده، ممكن ال6 ساعات دول اذاكر فيهم 3 ساعات واخد فايده اكتر من الشخص نزل دروس فيها ده. فادعوا لي يا جماعه بخصوص ثالثه ثانوي، ان شاء الله يعني الطريقه دي تنجح برضو في ثالثه ثانوي. بس ده اللي انا بعمله يعني باختصار.